ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله فيديو روتين كده تحفيزي وتشجيعي لتنظيف يعني البيت. تمام، فيلا بقى كده امي تنشطي واعملي يعني البيت بتاعك ونضفيه علشان خاطر يبقى البيت يعني عندك نضيف وكده. تمام، ابتديت بقى كده الاول. طبعا انا يعني الصبح صحيت، طبعا صاحي من الساعه 6 وديت البنات المدرسه وبس، ورجعت بقى كده فطرت يعني الاول، وابتديت بقى كده ادخل عندي على اوضه البنات علشان خاطر انضفها بقى وكده. انا ببتدي التنظيف يعني بنفض بالشباك والشباك يعني بغسله، وبنفض بقى بقيه الاوضه والسراير وكده. وبعد كده بقى ببتدي ان انا طبعا كنت شايله يعني الفرش عشان خاطر اغسله وشيلته، وابتديت بقى كده افرش يعني بقيه الفرش، افرش يعني فرش جديد وكده. بس فرشت بقى كده الملايات، وحطيت عليها كمان المفارش اللي هي من فوق ديت علشان خاطر الجو بقى خلاص بقى ساقعه. فحطيتها بقى ديت علشان تدفي يعني الاوضه وكده. وخلاص بقى فرشتهم، وابتديت بقى كده امسح الاوضه، مسحتها كده وحطيت في الميه جنرال. بيبقى حلو جدا كده في الاوضه يعني، بيبقى وانا بمسح يعني بيه، وبيدي كمان ريحه كده حلوه. بس هو المشكله بتاعته ان هو بيعمل رغاوي يعني كتير. تمام، خلاص بقى كده خلصت يعني الاوضه كلها. ومسحتها كده، وفرشت كمان السجاد يعني. وبس كده هبتدي بقى كده اشوف. هدخل بقى كده على الريسبشن برضو بره علشان خاطر اعمله. واحاول يعني انجز وقت واخلص قبل البنات يعني ما ترجع. انا طبعا يعني كان لسه بدري، كنت الصبح، فبحاول بقى اخلص كده على طول قبل البنات يعني ما ترجع. دخلت بقى كده الاوضه بتاعه الصالون. شلت بقى الشباك، طبعا غسلته. الالموتيل دوت بيبقى يعني بيلم تراب وكده. فبحب على طول اول باول كده اغسله. فالمهم بقى كده شلته وغسلته. يعني لما تغسليه بيبان فيه النظافه كده اكتر، بيبقى نضيف معاكي. غير يعني ما تقعدي تنضفيه تنفضيه يعني او كده، فبحب دايما اغسله. وزي ما انتم شايفين كان التراب بقى في الحتت، في اللي هي الفوارق بتاعه الشباك ديت، بعملها الاول كده بحته مبلوله، اشيل كده كل التراب، بعد كده بغسله بقى بالسلكه يعني وبالصابون وكده. بس وخلاص بقى. طبعا كنت زقيت بقى الصالون ومسحت كده من وراه كويس، ومسحته بقى كده كل الارض، وابتديت بقى افرش عندي السجاده. تمام، وهبتدي بقى احط عليها الترابيزه وافرش برضو المفرش وكده. وكده خلاص الاوضه برضو دي كمان خلصت معايا. هعدل بس بقى بيها هعدل فيها يعني الستاره. ما كنت لماها طبعا عشان ما كنت بمسح يعني، فهعدلها بقى. وخلاص كده. خلاص بقى كده خلصت الاوضه دي كده خلاص. بحب اخلص يعني كل اوضه بخلصها افرش الستاره بتاعتها يعني، انزلها كده. طبعا الستائر كانت عندي يعني نضيفه وما غسلتهاش المره دي. بس كده وخلاص. بخلص بقى كده الاوضه، وادخل بقى الاوضه التانية. برضو دخلت اوضه الانتريه، برضو عملت الشباك بتاعها غسلته، وخلصت برضو كل حاجه يعني فيه، ومسحت برضو الاوضه يعني. وفرشت برضو كده السجاده بتاعتها. بس انا كنت فرشاها بقى كده يعني، الوردة كانت بالمشقلب كده، فروحت شلتها وفرشتها تاني كده علشان الوردة بتاعتها تبقى مظبوطة. وحطيت بقى خلاص الترابيزة، وفرشت برضو المفرش بتاعه والحاجة كمان اللي عليها يعني. وكده بقى دخلت على الأوضة بتاعت السفرة. تمام، برضو خلصتها. وعملت بقى الازاز برضو كده بتاعها، مسحته يعني كويس، وابتديت بقى كده افرش المفرش يعني اللي عندي ده بتاع السفرة كده. واحط برضو كده كل الحاجة بتاعت السفرة برضو عليها. خلاص بقى كده انا يعتبر خلصت كده الريسبشن عندي. والاوض برضو خلاص كنت خلصتها. تمام، وهعمل كمان بقى الطرقة وخلاص كده، وبرضو الحمام، وخلاص يبقى خلصت كده التنظيف يعني. تمام، هدخل بقى كده على المطبخ يعني اشوف بقى. المطبخ برضو انا كنت يعني مخلصاه، ما كانش فيه حاجات يعني، كان نضيف عندي وكده، فبرضو خلصته على طول. تمام، وابتديت بقى كده فضيت عندي الكوفي ميكس، لقيته وانا واقفه كده الصبح كنت بعملها قبل ما انزل بالبنات، فكان خلص، فجبت معايا وانا راجعه الكوفي ميكس، وجبت كمان القهوه وحطيتهم بقى كده عندي في البرطمانات يعني بتاعتهم. وابتدي بقى كده اعمل غدا. انا هعمل غدا النهارده يعني سهل كده وسريع. هو يعني الراعي الرسمي بتاع الشتاء. وهعمل اللي هو شوربة العدس.
تمام. هعملها كده، بحب اعملها في الشتاء يعني بتدفينا كده وبتبقى حلوة كمان. المهم بقى كده قطعت، غسلت طبعا العدس يعني كده كويس، وقطعت بقى عليه بطاطس وجزر وبصل وكمان فلفل. تمام. وكمان وحطيت كمان طماطم. تمام. قطعتهم بقى كده كلهم يعني مكعبات. وهبتدي بقى احط عليهم كده الميه، واحط بقى عندي التوابل، بحط بس ملح وكمون وفلفل اسود. يعني التوابل براحتك زي ما انت حابه تحطي يعني، حطيها. تمام. المهم بقى كده حطيتهم، وحطيتها بقى على النار لغايه يعني ايه، واول ما تغلي هوطي عليها واسيبها تستوي. هعمل بقى كده كنافه لغايه ما العدس يعني عندي كده يستوي. تمام. انا كنت عاملاها قبل كده برضو عندي في القناه، كنت منزله لها يعني فيديو. فانا هسيب لكم الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. تمام. اللي حابب يعني يشوف الطريقه، انا ما رضيتش انا اطول عليكم اكتر من كده الفيديو، لان انا كنت عامله الوصفه دي قبل كده. هسيب لكم تحت في صندوق الوصف، هو سهم كده مقلوب هتلاقوه تحت الفيديو، هتلاقوه كده تحت الفيديو كده على الشمال. تمام. هسيب لكم يعني الرابط بتاع الكنافه، هي كنافه بالقشطه مش كنافه يعني ساده. المهم بقى كده خلاص عملتهم ودخلتهم بقى كده الفرن، وكان خلاص كده العدس بقى معايا استوى. بتاكد كده بقى، بمسك الجزر اشوفها كده اتقطعت معايا والبطاطس وكده، لان دي اكتر حاجه يعني بتاخد سوا يعني. بس لقيتهم بقى كده خلاص استوى، اسيبهم بقى يبردوا، وبعد كده بقى ابتدي اضربهم عندي في الخلاط. يعني ما ينفعش اضربهم وهم سخنين كده، الخضار ده يبقى سخن عشان خاطر ما يبوظش يعني الخلاط معايا. فسبتهم بس كده بردوا، وابتديت بقى كده اضربهم عندي في الخلاط. حسيت ان هم يعني تقيله، زودتها كده بس شويه ميه. تمام. علشان خاطر بس ايه، تتضرب معايا كده في الخلاط كويس. ممكن كمان لو عندك شوربه حطي عليها شوربه برضو، بتدي طعم جميل قوي للعدس ده، بس انا ما كانش عندي فزودتها كده ميه. بس ضربتهم ورجعتهم بقى كده في نفس الحله اللي انا كنت سالقه يعني فيها الخضار. رجعت كده فيها العدس بعد ما ضربته، وهحطها برضو كده تاني على النار تغلي برضو كده غلوه كمان. زودت كده بس حبه ميه في الخلاط كده. تمام. وهبتدي بقى كده اقلبهم. وبس هديها بس غلوه كده بسيطه لغايه ما حمر يعني الشعريه بقى بتاعت العدس يعني. جبت بقى كده السمنه، وهحط بقى فيها كده شويه من الشعريه. تمام. وهبتدي كده احمرهم بقى كده كويس، واحطهم بقى كده عندي على الشوربه بتاعت العدس دي. حمرتهم بقى كده، خدوا معايا لون كده ذهبي. هبتدي بقى احطهم عندي كده على الشوربه بتاعه العدس، يا دوبك كده بس يغلي غلوه بسيطه. وهقفل عليه، مش هسيبه يعني يغلي كتير عشان خاطر الشوربه ما تتخنش يعني كده معايا، تبقى تقيله. تمام. والشعريه يعني تبقى تخينه كده في بعضها، فيا دوبك غلوه كده بسيطه وهقفل خلاص عليها. بس ممكن بقى يعني تحمري كمان جنبها شويه مثلا من عيش، تحمري يعني جنبها شويه عيش كده. برضو بيبقى طعمه كده حلو جنب الشوربه دي. وخلاص كده الكنافه كمان كانت معايا بقى استوت خلاص، خرجتها من الفرن. تمام. اول ما بقى بتخرج يعني سخنه بسقيها على طول كده بالشربات. الشربات يكون بارد. انا طبعا هسيب لكم بقى في الفيديو يعني لو حابين تشوفوا الطريقه، ففيها كل التركات يعني اللي بتخلي معايا الكنافه بتبقى طريه وبتبقى طعمها حلو، بتبقى طريه كمان جدا. والقشطه اللي فيها جوه ببقى بعملها بالقشطه الكدابه، طعمها بيبقى حلو جدا.